السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة إن شاء الله هنعمل ديكور كده شبيه ورق حائط بحاجات بسيطة جدا. في البداية نجيب كرتونة هنرسم عليها رسمة كده زي ورقة الشجر، وهنبدأ نعمل فيها تعريجة معينة بحيث تظهر معانا كأنها ريشة، يعني مش ورقة شجر. وهنبدأ نفرغها باستخدام الكتر، وهنبدأ ناخد لون يكون أغمق من لون الحيطة اللي عندنا، وباستخدام مسدس وهنظلل الصنبة بتاعتنا تمام بحيث ندي أرضية كده يعني تمام، باك جراوند. لو ما عندكش مسدس ممكن تشتغل الخطوات دي بالسبراي برضه، يعني مثلا لو الحيطه بتاعتك بيج ممكن تجيب لون اغمق شويه، مثلا لو رمادي لو اي حاجه، وهتعمل الخلفيه بتاعتك مفيش مشاكل. هنبدا نظلل الشكل او نرسمه ونوزعه بطريقه عشوائيه، مش هنرسم شكل بطريقه مرتبه يعني. مش هنرص رص كده تمام. انت ممكن بالصنبه دي تعمل ديكور بطريقه مرتبه ويطلع معاك حلو، لكن احنا في الشكل ده مش عايزين نعمل كده. احنا عايزين نعمل خلفيه كده عشوائيه كأن كده ريش يعني متناثر في الحيطة بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين. ومش هنتجل ايدينا في الرش، هنخلي حاجة خفيفة. الأرضية طبعا اللي شغال عليها دي لونها سيمون أو برتقالي لامع، برتقال خفيف يعني كده مدي على مشمشة شوية تمام. والبلاستيك اللي انا بظلل بيه برضو ده لامع، يعني كل الشغل لامع بحيث ما اضطرش بعد ما اخلص الحيطة بتاعتي ان انا اعطي ورنيش مثلا او اي حاجة. كده الدهانات بتاعتي كلها بداية المرضية لغاية الفينش هتكون قبل الغسيل، فمش هضطر ان انا اعطي اي نوع من الملمعات او الورنيش. انت لو عايز تدي ورنيش مش مشاكل. بعد كده هاخد نفس اللون اللي انا عملت بيه الورق او الريش، وهبدأ اعمل دمج للارضية مع الريش بحيث يعني تكون الارضية ضبابية. هاخد اي خيطة واحط في طرفها طباشير او قلم، وهرسم دايرة زي ما حضراتكم شايفين، وهصغر الخيطة وهرسم دايرة تانية تمام، دايرة داخل دايرة. وبعد كده هرسم دايرة صغيرة في الدايرة دايرة نفس المقاس قصدي في الدايرة التانية تمام نفس الطريقة. لو عندك برجل برضو هيكون افضل. بعد كده هاخد دايرتين صغيرين، دايرة صغيرة فوق بنفس الطريقة اللي رسمت بيها، ودايرة صغيرة تحت بالشكل ده. هاخد لون رمادي في المسدس. هو في الواقع اللي في المسدس ده اسود، ولكن انا مش بدوس يعني على المسدس جامد، او بحرك كده وانا شغال بحيث يدي معايا رمادي مش اسود. يعني انت تقدر تتحكم في المسدس زي ما انت عايز. وده المعلم صابر طبعا جاي يقول لنا الله ينور. هنبدا نمشي على الدوائر كلها، على الخطوط اللي انا رسمتها تمام، بحيث ادي ظل الدوائر اخليها 3 دي، يعني بعد ما ترسم الدوائر هتظهر كانها بارزه عن الحيطه. هنمشي ومش هنتجل ايدينا برضو. بعد كده هناخد ابيض لامع ونبدأ نرسم الدوائر زي ما حضراتكم شايفين. الدوائر طبعا ممكن تاخد اكتر من وش، يعني ممكن تاخد وشين او ثلاثة او اربعة لغاية لما تغطي تماما، لان الارضية اللي عندي غامقة شوية والابيض هيكون شفاف. فاحنا مش مشكلة يعني لو دهنا وش او اتنين او تلاتة مفيش مشاكل. ممكن لو مش هتعرف تحدد بايدك ممكن تلزق لازق حوالين الدوائر دي وتحددها. الفرشة اللي شغال بيها دي فرشة بوصة الربع انجلو. الفرشة دي حلوة في التحديد عموما، وحلوة في رسم السنسل زي ما نشوف. طبعا هتلاقيها في المكتبات اللي هي بتاعت فنون جميلة، ممكن تلاقيها في مكتبات سمير وعلي، لكن هتلاقيها غالية شوية يعني. لو مكتبة شعبية هتلاقيها أرخص يعني. هنبدأ نرسم الدوائر بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين. مجرد ما نرسم الدوائر هنلاحظ فايدة الظل اللي احنا عملناه. نخلي الدوائر بتاعتنا شكلها ثلاثي الأبعاد أو 3D يعني زي ما احنا بنقول. بعد كده هبدأ أرسم وردة زي ما حضراتكم شايفين في جنب الحيطة كده من ناحية الشمال. الوردة دي هرسمها باللون الأصفر، أصفر يعني غامق شوية عن لون الأرضية. طبعا احنا نرسم الورد، الوان الورد حسب الارضيه اللي عندك يعني عشان الحكايه يكون فيها تناسق. رسم الورد يا جماعه احنا في دروس كتير رسمنا فيها الورد، ممكن ترجعوا للقناه يعني في دروس رسم الورد، ففي شرح تفصيلي للرسم. لان احنا لو حطينا شرح الخطوات بالتفصيل هنا عندنا 4 ورديات في الرسمه، فالفيديو يعني هيوصل اكتر من نص ساعه او اكتر من كده كتير طبعا. فاحنا يعني ممكن ترجعوا للفيديوهات اللي فيها رسم الورد علشان تستفيدوا منها. طبعا دي الوردة بعد ما اترسمت هنبدأ ناخد فرع ستنسل كده جنب الحيطة تمام. فرع بسيط يعني مش ما فيش اي تعقيد ولا اي حاجة.
نفس الفرشه الانجل اللي هي البوصه اللي ربع، شويه ورق كده باللون الاسود. الاسود ده انا عامله برضو بمركزات، يعني مركزات عاديه وشويه اسود بس. يعني تاخد اسود خام وهتضيف عليه مركزين مثلا، يعني هيدي معاك الاسود، بس مش تاخد كميه كتيره. يعني انت لو ترسم ستنسل او كده مش محتاج كميه اصلا. دي الورده التانية اللي هي لونها احمر. احنا هنرسم كأن فرع كده ماسكه فيه الورده دي ومكمل طالع منه الورده الحمراء التانية، وبعد كده هتطلع منه ورده تالتة برضو زي ما نشوف، وهي طالعه زي منه ورده اصفر واحمر، ما يعني مش مشكله، يعني ما علينا. هنكمل السلسل برضو، هنوصل للورده الصفرة الاخيره دي بالوردتين اللي فاتوا. طيب السلسل هنا بسيط جدا، يعني ما فيش تعقيد. انت ممكن ترسم برضو ورد ابسط من ده، ما فيش مشاكل يعني. ممكن ترسم وردة دائرية السنسل وهي تمشي الدنيا معاك وتعمل نفس الخطوات وتطلع معاك الحيطة برضو حلوة كأنها ورق حائط، يعني مفيش مشاكل. عايز برضو تعلم طريقة الورد، ممكن ترجع لدروس الورد زي ما قلنا. دي آخر وردة اللي هي في الركن تحت. هنبدأ برضو نعمل منها ستنسل بسيط زي ما حضراتكم شايفين كده. أهم حاجة في الديكورات أو رسم الحيطة بالكامل توزيع العناصر. يعني مثلا الدوائر احنا رسمناها في نص الحيطه بالظبط، خدنا ورده في اخر الحيطه من تحت وكام ورده من فوق، بحيث يكون في تناسق، يعني اللي يبص للحيطه يرتاح، شكلها مريح، ما يكونش فيها زحمه او عناصر مثلا اماكنها غلط او عناصر كتير. بعد كده هاخد لون ابيض لامع برضو في المسدس، وهبدا اعمل اضاءه للفروع بتاعتي بحيث يبان انها 3D كانها واقع عليها يعني نور من ناحيه معينه. إضاءة بعض النجوم البسيطة وبعض النقط البيضاء. تمام كده. النجوم نعملها بأي حتة كرتونة أو بالكف المعجون زي ما حضراتكم شايفين كده. ناخد خطوط متقاطعة، حرف إكس وخط تاني، هيطلع معاك نجمة نقطة في النص كده. طبعا ده الفينش بتاع الحيطة. تمام كده الشكل النهائي بعد ما خلصنا خالص زي ما حضراتكم شايفين. الكورنيشة لو عايزين طريقة الكورنيشة ان شاء الله نعمل لكم فيديو قريب عن ازاي تعمل كورنيشة بالطريقة دي من البداية للنهاية، الالوان بتاعتها وطريقة الشغل والذهبي المستعمل. لو حابين نعمل لكم فيديو اكتبوا لنا الكلام ده في التعليقات، وباذن الله في اقرب وقت هنعمل فيديو ان شاء الله. نشوف حضراتكم على خير ان شاء الله في دروس قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.